مم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إزيكم يا شباب، عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلام. النهاردة محاضرة من المحاضرات الصعبة شوية، اللي مش عارف في ناس كتير بتسأل عليها في في المستشفى، وألا وهي الاي بي جي. الاي بي جي من الحاجات المهمة، والحاجات اللي المفروض أي حد يكون عارفها، وفي ناس بتتخرج للأسف ما بتكونش عارفاها، لكن هي سهلة. وبإذن الله نتناولها في المحاضرة ديت، وتكون طالع بيها منها بأقصى استفادة. أنا محمود ثروت، وديت قناة نيرسينج ميوزك. أول حاجة ال ABG Normal Values لازم تكون عارفها عشان تعرف تطلع القيمة. ال pH من 7.35 ل 7.45. ال BaO2 أو ال O2 في العموم يعني أكتر من 70. ال BaSO CO2 35 45. ال HCO3 من 22 ل 28. ال BaO2 ده ما بنستخدموش في العموم، يعني إيه؟ عشان أعرف بس فيها هايبوكسيميا ولا لأ لو هو قليل. لكن إحنا عشان نطلع القيمة بنستخدم ال pH وال CO2 وال HCO3. تمام؟ أول حاجة ال pH لو قل يبقى أسيدوزس، لو زاد الكالوزس. تمام؟ ال BO2 لو قل يبقى هايبوكسيميا. البي اس او 2 لو زاد يبقى هايبر كابني. تمام. وعموما السي او 2 لو زاد بيبقى متناسق مع البي اتش. يعني البي اتش لما يزيد بيبقى الكالوز، لما يقل اسيدوز، فهو متناسق مع الاتش سي او 3. عكسهم بقى، لو زاد يبقى اسيدوز، لو قل يبقى الكالوز. عفوا معلش. ال HCO3 هو اللي متناسق مع البي اتش. لو زاد يبقى الكالوزز، لو قل اسيدوزز. انما السي او 2 هو اللي عكسه، لو زاد يبقى اسيدوزز، لو قل يبقى الكالوز. تمام. عندك هنا مثال مثلا بيقول لك البي اتش، وعفوا نسينا حاجه، اكسجين ساتيوريشن اكتر من 95%. دي حاجه سهله وما عارفينها. عندك مثال بقى بيقول لك البي اتش لو قليل والبي اس او 2 زايد، والاتش سي او 3 زايد، هيبقى ايه؟ عندك تحلل اول حاجه البي اتش قليل، يعني اسيدوز. تمام. البي اس او 2 عكسه، زاد يبقى اسيدوز. الاتش سي او 3 زاد يبقى اسيدوز. يبقى احنا كده عندنا البي اتش اسيدوز، والسي او 2 اسيدوز. تمام. الكالوز عفوا. والبي اس او 2 اسيدوز، يبقى متناسق مع البي اتش، يبقى ريسبيراتوري اسيدوز. تمام كده. تمام كده. خش على بعض. البي اتش زايد يبقى كده على طول الكالوز من غير كلام. والسي او 2 نازله يبقى اسيدوز. والبي اس او 2 نازل يبقى عكس البي اتش. البي اتش لما بتزيد تبقى الكوز، لما تقل اسيدوز. فهو كده الكالوز بالنسبه للبي اتش، بالنسبه للسي او 2 الكالوز. تمام. عشان هو عكسها، لما يقل الكالوز، لما يزيد اسيدوز. تمام. هو كده الكالوز، والبي اتش الكالوز. فكده عندك ريسبيراتوري الكالوز. تمام. عندك السي او 2 بقى اللي هو الميتابوليك الكالوز او اسيدوزز، هتبقى نازله، فهي متناسقه مع البي اتش. البي اتش لما بتزيد تبقى الكالوز، لما تقل اسيدوز. يعني كده عندنا سي او 2، سي او 3 عفوا، اسيدوز. تمام. البي سي او 2 نازل الكالوز، يبقى ريسبيراتوري الكالوز عشان متناسق مع الايه، مع البي اتش. السي او 3 مش متناسق مع البي اتش، يبقى آه مش هو اللي هيطلع القيمه النهائيه. وطب مثلا لو جينا سؤال، جيت تقول مثلا هل لو الاثنين متساويين، يعني مثلا البي سي او 2 نازل فيبقى عكس البي اتش، يبقى الكالوز. تمام. والسي او 3 زايد بقى الكالوز، والبي اتش زايد، فاحنا بناخد القيمه الاقل نقصان. يعني ايه؟ القيمه اللي تكسب. يعني انت مثلا انا اسيدوز وانت اسيدوز، طب انت ناقص عن القيمه الطبيعيه لك قد ايه؟ لو ناقص كتير يبقى انت فعلا اسيدوز وانت اللي تكسب. لو انا اللي ناقص عنك يبقى انا اللي اسيدوز. تمام. دي في حالات الايه، لو الاتنين شبه بعض يعني. ودي حالات نادره. عندك هنا مثال ال CO3 زايد، والبي اس او 2 زايد، والبي اتش نازل.
احنا قلنا هنا البي اتش، احفظ البي اتش هتطلع الباقي. البي اتش زايد الكالوز نازل اسيدوزس، فهو كده نازل كده البي اتش اسيدوزس. البي اس او 2 زايد يبقى كده اسيدوزس، ريسبيرتوري اسيدوزس. اتش سي او 3 زايد يبقى كده ايه؟ اسيدوزس. هي دي حاجه هي، لكن يبقى زائد الكالوزز، عفوا تمام. فايه اللي متشابه مع البي اتش؟ البي سي او 2 يبقى ريسبيراتوري اسيدوز. تمام. خش على اللي بعده، ريسبيراتوري الكالوز. ادي البي اتش زايد، سيبك خالص من الكلمه اللي على الجنب دي. بي اتش زايد فيبقى كده ايه؟ الكالوزز، صح؟ لما بيقل يبقى اسيدوز. البي اتش لما زايد الكالوزز. السي او 2 عكسه، لما قل بقى الكالوز ما بقاش اسيدوز، فكده ريسبيراتوري الكالوز. والبي اتش عندنا ايه؟ البي اتش عندنا، قولوا، البي اتش الكالوز عشان زايد. تمام. سي او 2 الكالوز، ريسبيراتوري الكالوز. والبي اتش عندنا الكالوز. تمام. السي او 3 نازل، ميتابوليك اسيدوز. يبقى مين اللي متشابه مع البي اتش؟ السي او 2، يبقى ريسبيراتوري الكالوز. موضوع سهل. البي اتش نازل يبقى ايه؟ اسيدوز، خليه على جنب. السي او 2 ريسبيراتوري الكالوز عشان عكس البي اتش. تمام. السي او 3 نازل زيه زي البي اتش. تمام. اسيدوزس، يبقى كده ميتابوليك اسيدوز. عندك ديت بي اتش زائد الكالوزز، السي او 2 زائد اسيدوزز، السي او 3 زائد اسيدوزز، يبقى عفوا الكالوزز، يبقى كده ميتابوليك الكالوزز. تمام. البي اتش لما بيزيد يبقى الكالوزز، لما بيقل اسيدوزز. فالسي او 2 زايد زيه زي البي اتش، فالبي اتش الكالوز، السي او 2 عكسه اسيدوزز. السي او 3 زيه، يبقى الكالوز، ميتابوليك الكالوز. وشكرا على حسن استماعكم. اتمنى تكونوا فهمتوا المحاضره. محاضره سهله، مش محتاجه، هي ما تعتبرش محاضره، جزء من المحاضره، لكن انا حبيت ابسطها واجيبها في محاضره لوحدها عشان تفهموا، يبقى الموضوع سهل. فشكرا على حسن استماعكم، واتمنى اكون فدتكم. اتمنى تبعتوا لي فيدباك على على الواتساب او على آه، في الكومنت أو على حساب التليجرام. وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.